طريقة المولتن كيك دي سهلة وسريعة جدا، كمان طعمها وقوامها غني جدا جدا. عن نفسي اعتمدتها بقالي 3 سنين، وخلال الفترة دي مشتريتهاش من بره تاني لان فعلا ما بقتش تعجبني زي اللي بعملها في البيت. لو اول مرة تشوفوني اعملوا متابعة للصفحة، لايك وشير وتابعوا معايا الفيديو. المقادير اللي معايا تكفي قالب واحد مقاس 20 او 2 قالب من قوالب المولتن كيك مقاس 14، وده المقاس اللي بناكله في اي كافيه. يعني المقادير دي تكفي معايا 2 مولتن كيك من اللي بنشتريهم من بره. 3 بيضات درجة حرارة المطبخ، 160 جرام شوكولاتة مطبخ اي نوع تحبوه، و110 جرام زبدة، معلقتين من السكر البودرة، معلقة صغيرة فانيليا سايلة، و3 معالق كبار من الدقيق. هضيف معلقة الفانيليا على ال3 بيضات، وكمان هضيف السكر البودرة واقلبهم كويس جدا لحد لما اتأكد ان السكر داب كويس. وطبعا قبل ما اشتغل في المولتن كيك شغلت الفرن على درجة حرارة 180 من تحت بس. بعد ما قلبت السكر مع البيض هجيب حاجة علشان اسيح فيها الزبدة. هسيح الزبدة على النار واتأكد ان النار هادية علشان الزبدة ما تتحرقش معايا. انا عايزاها دايبة وبس في نفس الوقت لونها ما يغيرش. انا هستخدم الاتنين قالب مقاس 14، هدهنهم كويس بالزبدة او السمنة الدايبة، واتأكد ان انا دهنتهم كويس جدا من كل الجوانب، وهصفي الزيادات كمان علشان قالب المولتن كيك يطلع معانا بسهولة وبالشكل اللي احنا عاوزينه بدون خسائر. اهو هقلبها كويس، يعني الطريقة كلها ما بتاخدش على بعض ربع ساعة، سهلة وسريعة جدا، وكمان موفرة جدا جدا عن بره. كده خلاص الزبدة كمان كانت معايا دابت. هضيف عليها الشوكولاتة زي ما اتفقنا، هما 110 جرام زبدة درجة حرارة المطبخ او ساقعة مش هتفرق لان كده كده هنسيحها على النار. والشوكولاتة 160 جرام شوكولاتة. انا استعملت شوكولاتة سما حلوة قوي وطعمها حلو وبتديني النتيجة اللي انا عاوزاها. ممكن تستخدموا النوع اللي تحبوه، ممكن تستخدموها دارك او بالحليب. بعد لما اتأكد ان الشوكولاتة دابت كويس هنزل بقى خليط الزبدة والشوكولاتة ده على البيض والسكر مع التقليب المستمر. لازم اقلب وانا بنزل الشوكولاتة والزبدة علشان طبعا ده خليط دافي وهينزل على البيض، فانا مش عاوزاه يسوي البيض ويكون فيه تكتلات. هتأكد ان انا نزلت الخليط كله واقلب كويس، وبعد كده هضيف الدقيق بالتدريج معلقة معلقة. انا الدقيق 3 معالق كبار من الدقيق، مش مليانين قوي ومش ممسوحين، يعني 3 معالق عاديين كده. خلاص كده حلو قوي، وده القوام اللي انا عاوزاه. مش بيكون طبعا زي قوام الكيك العادي، ومش بيكون سايل قوي، بيبقى فيه مطه بسيطه كده. كده حلو قوي. هحاول بقى دلوقتي ان انا اصب الخليط المولتن كيك في القوالب بالتساوي طبعا على قد ما اقدر، وهدخل الاتنين قالب دول على صينيه كمان كبيره ألمونيوم. هي مش هتظهر في الفيديو بس مش هينفع اكيد نحطهم على الشبكه لوحدهم كده، لازم يدخلوا على صينيه. خلاص ما بياخدوش في الفرن 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي. هتلاقوا ان الجوانب خلاص جمدت كده زي الكيك، وفي النص لسه سايل شوية، يبقى ده القوام اللي احنا عاوزينه. وده بقى لحظة التقديم، والشوكولاتة دايبة في النص رهيب، ولازم يتقدم دافي. يا رب يكون الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. استنى رأيكم في الكومنتات، ومتنسونيش بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله.